انا فاطمه. ودي قناتي. محاميه في المطبخ، وده اول فيديو ليا على اليوتيوب. وكنت عايزه اكلمكم عن شغل جوزي، وانا قلت لكم في عنوان الفيديو ان هو شغال في شركه بيسكو مصر، وقلت لكم كمان في العنوان ان هو بقى معاه كنز. بس انا اكيد مش اقصد كنز علي بابا، لان الكنز اللي معانا اهم من كده بكتير، وهو كميه الحب الرهيبه الموجوده بينه وبين زمايله في الشغل. اكيد دي نعمة كبيرة جدا، اي حد ممكن يحسدهم عليها، لان الحب ده مش موجود في اي مكان تاني. انا لما خرجت معاهم في الرحلات حسيت بكمية حب ودفى في عيونهم ما تتوصفش. ضحكتهم موجودة حتى في وسط الشغل والضغط، مفيش حد بيحس ان هو لوحده، والكل بيساعد بعض. لكن بجد انا بتواجهني مشكلة، وهي ان شركة بيسكو مصر دي اصبحت بالنسبة لي زوجة تانية. يعني لازم تشوفوا لي حل بجد يا جماعة. جوزي وهو بيروح شغله بحسه رايح يقابل حبيبته اللي هي الشركة، فخلاص بقى انا بقيت اغير منها. بس فعلا الناس دي لانها اشتغلت بحب نجحت بجد، وهو ده السر الحقيقي ورا نجاح الشركة. فاحب اقول شكرا بجد لكل واحد ساهم بالحب والاهتمام ده. احنا مش مجرد زملاء، احنا بجد عيلة واحدة. فلو انت شغال في بيسكو مصر، شاركنا بسعادتك في التعليقات.